علي عبد الله الصالح قال ابو ايش وامرنا من قبل قيد اللواء ان نستقبله، فالغيت انا قصيده فكانت هي قطع راتبي من قبل علي عبد الله الصالح ذاك. قلت في القصيده يقول ابو حمدي لرى ثعبانيه نايمه على الحده وخلت شقها، ما حد هناك يقرب من الثعبانيه ان كان واحد لال فيها دقها، الطب كشف بس ماشي عافيه، كشافته عاطل وطافي برقها، قال المشعوذ صوبها في بطنها، والطب قال ان المرض في حلقها، وكلفون الاب في اثنى الدواء قصده يداويها ويطفي حرقها، والام راحت تشتري برضه دواء، جابوا دواء مخبوط ما هو حقها، الام راحت لها كلام الشعوذه، والاب كلمات الطبيب تلقها، وكل واحد جاب من عنده دواء وشربوه اياه، لما فقها شبه تقع جلسه، ولنظر في الخبر نشوف انواع الدواء في شنقها، او خاف حسنه ما تبوها شي تجي ان جات ولا ريتها في برقها.